الجهات المختصة تضبط كمية كبيرة من الذخيرة في أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في بادية تدمر كان قد تركها خلفه قبل اندحاره من المنطقة. بعد اندحار تنظيم داعش الإرهابي من منطقة وبادية تدمر، قامت الجهات المختصة بالتأكيد بتمشيط هذه المنطقة، وخلال عملها الدؤوب عثرت في أحد أوكار إرهابي داعش على العديد من القذائف والذخيرة المتنوعة والصناديق الممتلئة بها في هذا الوكر. طبعا نتيجة التحري الدائم والمستمر خلف فلول التنظيم الإرهابي داعش، تم العثور في إحدى المزارع التابعة لمنطقة تدمر على العديد من الذخائر، وهي عبارة عن قذائف هاون، قذائف RPG، قذائف مضادة للدروع، قذائف دبابات. طبعا وسنبقى الجنود الأوفياء لهذا الوطن للتخلص من هذا التنظيم، وسنلاحقه في كافة الأماكن المتواجد فيها حتى تطهير الأرض العربية السورية من رجسه. لا تزال الجهات المختصة بتدمر تتابع عملها في كافة أنحاء البادية التي تم تحريرها من قبل أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة لتطهير المنطقة من مخلفات رجس الإرهاب التكفيري. لأخبار التلفزيون، عدنان الخطيب، بادية تدمر.